اهلا بيكم مع فيلم جديد. فيلمنا النهارده رعب واسمه دامبلينجز، كل لحظه مهمه، خلي بالك. فيلمنا بيبدا على حدود الصين. كان في واحده اسمها ماي، بيبان انها صغيره في السن لكنها مش صغيره خالص، شايله بوكس احمر وبتعدي من بوابه الامن في المحطه. بعد كده لما بتروح بيتها في هونج كونج بتقلب كل الاكل اللي في البوكس في الزباله ما عدا واحد بس، كان في حاجه لونها برتقاني وشكلها غريب. جابت ميه وحطته فيها، بعدها بتغسله وتاكله ني. تاني يوم الصبح مدام لي، ودي ممثله قديمه في التلفزيون، وصلت للمنطقه اللي ماي ساكنه فيها وبتدور على بيتها. دورت شويه ولقت اخيرا بيت ماي، فتحت لها ورحبت بيها. ماي طلبت منها تخمن سنها. مدام لي كانت متردده بس جاوبتها وقالت لها انها مش اكتر من 30. ماي قعدت تضحك لانها كبيره في السن لدرجه ان الكل بيناديها يا عمتي. بعد شويه بنعرف ان مدام لي رايحه عشان تطلب منها حاجه غريبه، وهي انها تخلي شكلها اصغر في السن بالزلابيه السريه بتاعتها. مدام لي كانت ممثله مشهوره بس دلوقتي نجوميتها اختفت وبقت مجرد زوجة لرجل أعمال غني هو مستر لي. مدام لي اكتشفت من خلال مصادرها إن زلابية العمة ماي مفعولها أحسن من أي مستحضرات تجميل عشان تخلي أي ست شكلها أصغر في السن، وهي طبعا ما كانتش عايزة تخسر جمالها لأن ده هو اللي هيخلي جوزها يفضل يحبها. ماي دخلت المطبخ تعمل الزلابية، بتقول إن مكوناتها الخاصة بتوقف الشيخوخة من جسم الإنسان. بتعملها بطريقتها وبتقدمها لمدام لي، بتطلب منها تاكلها وهي لسه دافية. بتاخد أول قطمة بس بتقرف من طعمها وبتوقعها على الأرض. ماي بتاخد الزلابية من الأرض وبتقترح عليها تاكل الزلابية وهي بتفكر في النتيجة وإنها هتخلي بشرتها أحلى. كمان بتقول لها إن الزلابية بتاعتها بتجدد البشرة بطريقة مفيش أي مستحضر تجميل مهما كان غالي يقدر يعملها. مدام لي بتغمض عينيها وبتبدأ تاكل الزلابية، وأثناء ما هي بتاكل ماي بتغني لها وبترقص لها. في الناحية التانية بنشوف مستر لي جوزها في الفندق بيعوم وبيعاكس البنات، بعدها بيخرج ويقعد جنب حمام السباحة وواحدة بتعمل له مساج. مستر لي بيبدأ يتحرش بالبنت ويعاكس فيها، بعدها بيكسر بيضة وبياكل حاجة غريبة جواها. مدام لي بتكون شايفة كل ده من الشباك وبتحس بالقلق على علاقتها مع جوزها. بعد كده ماي بتكون راحت المستشفى، بتقابل واحدة من الدكاترة. الدكتورة بتديها صندوق وبتقول لها انها مش هتقدر تجيب لها المكون زي ما اتعودت. تاني يوم مدام لي بتروح لها مرة تانية عشان تاكل الزلابية، بتسألها عن مكونها الخاص، فبتقول لها انها بتستخدم في فطايرها لحم الجنين اللي اتعرض للاجهاض. مدام لي بتتفاجئ لما بتعرف ده، بتفضل تسمع الاصوات اللي خارجه من المطبخ وهي بتعمل الزلابيه. بعد كده ماي خرجت قدامها ومعاها جنين في ايديها. مدام لي خافت تشوف الجنين، وعلى الرغم من انها عارفه ايه اللي جوه الزلابيه بس بتاكلها على طول لانها حاسه باليأس جدا ونفسها ترجع شباب. مستر لي كان في اوضته في الفندق في علاقه مع البنت بتاعه المساج. في الوقت ده مراته اتصلت بيه بس بيكذب عليها وبيقول لها انه مشغول في اجتماع، كلهم بيقولوا كده. المهم بعدها بيكونوا في اوضتهم، بيجهز نفسه عشان يروح رحله شغل. مراته بتطلب منه يفضل معاها في الذكرى السنويه ال15 لجوازهم بس بيقول لها انه لازم يمشي. بيكتب لها شيك بمبلغ ضخم وبيقول لها تدلع نفسها. بعد فتره مدام لي بتروح لماي، بعد ما بتاكل الزلابيه بتقترح عليها تعمل زلابيه طريه اكتر المره الجايه. بعدها بتقف قدام المرايه وبتبص على شكلها عشان تشوف اثر الزلابيه، ما بتشوفش بشرتها اتغيرت كتير وبتقول لها تدور على بدايل تانية احسن. بعد ما مدام لي مشيت من شقه ماي بتيجي واحده وبنتها الصغيره كيت. الام طلبت من ماي تساعد بنتها لانها كانت واحده من افضل دكاتره النساء في الصين. لما بتتكلم معاها بنعرف ان كيت الصغيره حامل في الشهر الخامس وان امها مش قادره تتحمل مصاريف المستشفى. ماي بتقول لها ان المستشفى ممكن ما توافقش تعمل اجهاض لان البنت صغيره وكمان الجنين بقى عنده 5 شهور. هنا الام بتقول لها ان كيت حملها زنا محارم وده السبب اللي مخليهم مش قادرين يحتفظوا بالطفل. في الناحيه التانيه مدام لي بتشوف البنت بتاعه المساج داخله اوضه نوم جوزها وبتقفل الباب وبتحط عليه علامه ممنوع الازعاج. بعد كده بتاخد ماي لبيتها اللي بيتجدد. هناك بتقول لها ان جوزها قابلها لما كانت في العشرينات وكان بيحبها جدا بس دلوقتي هو مع بنت صغيره بيعيش حياته. بتحكي لها عن حياتها الزوجيه وازاي فشلت. في يوم ماي كانت لسه خارجه من شقه كيت وكلمت مدام لي، قالت لها مش هتستنى كتير والمكون اللي مفعوله احسن هيكون جاهز بس اتقلي شويه. بعد فتره بتبدا تعمل عمليه الاجهاض الخطيره لكيت في السوق السوداء. بعد ساعات انفجرت الميه والجنين خرج. ماي اتبسطت جدا لما شافت الجنين، خدته وحطته في ثلاجتها. بعدها شالت كيت وقالت لها ترتاح شويه. تاني يوم مدام لي راحت لماي اللي وعدتها تعمل لها احلى زلابيه هتخليها صغيره وزي القمر. بتدخل المطبخ، بعدها مدام لي دخلت تبص كده بص على الماشي، بتبص وبتشوف الجنين اللي عنده 5 شهور وماي بتقطعه عشان تعمل الزلابيه. بتترعب وتهرب من المكان بسرعه بس لما بتنزل الشارع بتبدا تفكر ان ده عشان تنقذ جوازها وانها لازم ترجع جمالها باي تمن. من هنا بترجع تاني لشقه ماي، بتبص عليها وهي بتعمل الزلابيه، بعدها بتاكلها باهتمام كبير. في الوقت ده
بتجيلها مكالمة إن جوزها عمل حادثة ورجله اتكسرت. بتمشي على طول عشان تشوفه، بس في الطريق بتبان إنها شخصية جديدة فرحانة جدا وبتستمتع بالهوا. بتوصل الفندق وبتطلع لجوزها اللي بيشوفها حلوت قوي. بتغريه وبيقربوا من بعض أكتر من أي وقت فات. في الوقت ده كانت كي وأمها راكبين الأتوبيس ومروحين بيتهم. كيت كانت بتنزف بسبب الإجهاض. أول ما نزلوا أغمى عليها ووقعت في الشارع وماتت قدام أمها اللي قعدت تلوم نفسها على اللي عملته ببنتها. في اليوم الجديد بنشوف مدام لي عاملة حفلة لأصحابها وبتتباهى بجمالها الجديد، بس اتضح إن كل ده غلط لما واحدة من أصحابها اشتكت إنها شامة ريحة عاملة زي ريحة السمك. بتحس بالإحراج لما بتشم نفسها وبتجري على الحمام. وهي في الحمام اتصلت بمي وسألتها عن الحاجات اللي حطتها في الزلابية وبتهددها تبلغ البوليس. في الوقت ده مستر لي كان في الأوضة ورفع السماعة وسمع كل كلامها مع مي. قالت لها إنها حطت لها جنين من بنت صغيرة وقالت لها تهدى مفيش قدامها حل تاني. مدام لي حاولت تهدي نفسها وقعدت تتفرج على مسلسلات القديمة في التلفزيون. بالليل متأخر مستر لي بعد ما سمع المكالمة راح لبيت مي وسألها عن شغلها غير قانوني. قالت له يا باشا ده محل زلابية عادي، ادخل بس ارتاح وهعمل لك أحلى زلابية. بدأت تعملها له وبتشرح له ميزة أكل لحوم البشر وإنه كان زمان الناس بينجوا من المجاعات بأكل لحم البشر وإنه بيستخدم في علاج أمراض كتير، وكمان الجنود كانوا بيحتفلوا بانتصاراتهم بدم العدو ولحمه. بعد ما خلصت طبخ الزلابية قدمتها لمستر لي اللي كلها وهو مستمتع. في الوقت ده مي قعدت تلف حواليه وتغريه بكل الطرق، وبما أن الراجل ممكن يضعف في المواقف دي بعد ما خلص الزلابية عمل معاها علاقة. مي فاجئته إن عندها 60 سنة وشكلها صغير بسبب الزلابية بتاعتها. قطعتهم مدام لي لما اتصلت بمي وطلبت منها زلابية، بس مي قفلت في وشها وطنشتها. بعد ما مستر لي مشي من شقتها وصلت لها مدام لي وقعدت تتحايل عليها تفتح لها الباب، بس مي ما رضيتش تفتح. تاني يوم راحت تكشف. الدكتور قال لها تفضل في البيت وتاكل أكل مغذي. وهي في المستشفى شافت البنت بتاعت المساج اللي كانت بتروح لجوزها على طول. عرفت إن البنت حامل في طفل من جوزها. طبعا خافت على مستقبل جوازها وقعدت تمشي في الشوارع وتعيط. بعد شوية لقت مي في كوافير وقعدت تترجاها تديها زلابية وبتقول لها خير ربنا كتير اهو، خدي شيك كبير بس هاتي لي زلابية. بس مي اتجاهلتها وقالت لها خلاص يا حبيبتي بطلنا. بتتعصب منها وبتمشي. بعدها مستر لي اتصل بمي وطلب يقابلها. في الناحية التانية كان في 2 ضباط طالعين شقة كيت بسرعة. كانت الأم قاعدة قدام الباب وماسكة سكينة مليانة دم. طلع إنها قتلت جوزها بسبب اللي عمله في بنتها. مي لما عرفت اللي حصل سابت شقتها ومشيت بسرعة. ولما مدام لي راحت شقة مي لقت البوليس بيفتشها. بعدها بتقابل البنت بتاعت المساج وبتعرف منها إنها حامل في الشهر الخامس وإن مستر لي وعدها يدفع لها مبلغ كويس عشان تخلف له طفل سليم. مدام لي لما عرفت ده قالت لها عايزاكي تنزلي الطفل وعرضت عليها ضعف المبلغ اللي هو وعدها بيه. البنت وافقت على الإجهاض. بعدها بتروح معاها للدكتور وبتقول له ما يستخدمش أي أدوية في عملية الإجهاض لأنها عايزة الجنين زي ما هو وبحالته. في آخر الفيلم بنشوف مي وهي ماشية في الشارع وشايلة حاجتها ومدام لي بتاخد الجنين الكبير وبتبدأ تقطعه عشان تعمل أحلى زلابية لنفسها. وبكده يكون خلص فيلمنا النهاردة. أشوفكم مع فيلم جديد.